سلام سلام. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معاكم بسبوسه خفيفه بالمذاق ديال الحامض وبالكريمه ديال الحامض، كتجي روعه بواحد الطريقه اللي رائعه. هنا ما صلحليش انني نقطعها، كنت معروضه وديتها معايا، وغادي نحاول نوريكم واحد الطريف كيفاش كتجي من الداخل. ما غاديش نطول عليكم وندوزو مباشره للطريقه. على بركه الله كنحتاجو 3 ديال البيضات، قبيصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني. نخلطوا الخليط ديالنا مزيان. من بعد غادي نضيف ليه كاس ديال العنبه ما عامرش ديال السكر كيف ما كتشوفوا، وانا كنطرب الخليط ديالي مزيان. غادي نضيف كذلك بنفس الكاس الزيت نفس العبار، يعني ما يكونش عامر بزاف. وغادي نخلط الخليط ديالي مزيان مزيان. غادي نضيف القشره ديال الحامض، ومن بعد غادي نضيف كاس ديال العنبه ديال الحليب كيف ما كتشوفوا نفس العبار كنديروا في كل شيء. صافي هنايا من بعد ما طربت الخليط ديالي مزيان غادي ناخذ الكاس ديال السميده الرقيقه وغادي نضيفو. نحاول نخلط مزيان. من بعد غادي نضيف الكاس الثاني، ولكن الكاس الثاني ما يكونش عامر كيف ما كتشوفوا. الكاس الثاني ما كيكونش عامر. كنخلط الخليط ديالي مزيان. مباشره غادي نضيف كاس العنبه مع عامر ديال الدقيق الابيض، وكنضيف خميره ديال الحلويات 11 غرام. صافي غادي نخلط الخليط ديالي مزيان، وغادي ناخذ المول اللي غادي ندير فيه البسبوسه ديالي. غادي ندهنو بشويه ديال الزبده وشويه ديال السميده الرقيقه. بطبيعه الحال غادي نكون مسخنه الفران على 180 درجه. بعد غادي نضيف الخليط ديالي في المول وغادي ندخلها طيب من الفوق ومن التحت. اون فوا تحمر لينا غادي نخرجوها مباشره. هنايا من بعد ما غادي ندخلها الفران غادي نمشي نصايب السيرو ديالي اللي ضفت فيه كاس ديال الماء، نص كاس ديال السكر، وجوج شرائح ديال الحامض، يعني درتهم على نار مهيله، خليتهم حتى طابوا مزيان وخليتهم كيبردوا. هنايا من بعد ما خرجت الكيك ديالي درتها على القاعده ديال داك المول اللي كيتحل، لان هذا الكيك غادي ترجع مازال تدخل الفران كيف ما كتشوفوا هنا. بالنسبه للكيك سخونه والسيرو يكون بارد. هنايا غادي نحتاج الكريمه اللي غادي نضيفو. غادي نحتاج 2 الكيسان ديال ياغورت ديال الحامض كيف ما كتشوفوا بالنكهه ديال الحامض، زائد علبه ديال النيسلي مع الياغورت ديال الحامض كيحاول يعقد لينا الخليط. واحد العصره ديال الحامض. غادي نخلط الخليط ديالي مزيان وغادي نضيفو مباشره على الكيك. كيف ما قلت لكم البنات هنايا خديت داك القاعده ديال داك المول اللي كيتحل وضفت عليها الكيكه لانها غادي تعاود ترجع للفران. كيف ما كتشوفوا هنا ضفت الكريمه ديال الحامض. غادي ندخلوها للفران، نشعلوا عليها غير من الفوق 5 دقائق ونخرجوها ونديروها في الثلاجه تبات ليله كامله حتى كتبرد وكتصبح بواحد المذاق اللي روعه صراحه. جربوها وردوا عليا. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وبسلامه عليكم.